لا مدرسه، ياسين بونو مدرسه. عشان تاخد بطوله لازم يبقى عندك حارس مرمى. حارس مرمى شخصيه وتركيز وكرات عرضيه ياخدها ويكلم المدافعين ويكلم لعيبه وسط الملعب. قائد بمعنى الكلمه وحارس مرمى بمعنى الكلمه. بونو يعطيك امكانيه انك تحكم لما يكون عندك حارس عالمي. بعد الأداء الخرافي والبطولي الذي قدمه حارس المنتخب المغربي ياسين بونو أمام منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا، والذي كان أحد أبرز الأسباب في تأهل أسود الأطلس إلى النهائي، خرج النجم المصري الكبير محمد أبو تريكة بتصريحات قوية ومليئة بالإشادة، مؤكدا أن الدور الحاسم الذي لعبه الحارس بونو في هذه المباراة المصيرية. وقبل أن نستعرض تصريحات أبو تريكة كاملة، إذا أعجبك أداء ياسين بونو اكتب في التعليقات تحيا المغرب، لأن ما قدمه هذا الحارس لم يكن عاديا، بل كان درسا متكاملا في حراسة المرمى، حيث قال أبو تريكة: مبروك يا بونو، أنت رجل المباراة وأفضل حارس في البطولة حتى الآن، وتملك سرعة رد فعل كبيرة جدا، خاصة في ركلات الجزاء. ثم واصل إشادته قائلا: ياسين بونو مدرسة حقيقية، وعندما تريد الفوز بالبطولات الكبرى لا بد أن تمتلك حارسا قويا، حارسا قادرا على توجيه زملائه داخل الملعب وتهدئة الفريق وحمل المسؤولية في أصعب لحظات المباراة. وأضاف أبو تريكة أن بونو ليس مجرد حارس يتصدى للكرات، بل حارس حاضر في المناسبات الكبيرة، في اللحظات التي تصنع فيها البطولات، مشيرا إلى أن ما قام به الحارس بونو لم يكن فقط تصديا لركلات الجزاء، بل تصديا للضغط وللتوتر. وقالها بكل وضوح: أمنح ياسين بونو لقب رجل المباراة وتصدي البطولة، ولم يتبقى سوى القليل ليكتمل المشهد الجميل، لأن وجود حارس بهذه القمة يمنح الفريق بأكمله ثقة وأمانا، وهو ما جعل المنتخب المغربي يواصل الحلم بثبات وثقة نحو اللقب. يمكن هذه المباريات كابتن تحتار فيها من هو افضل لاعب، حناوي ولا مزراوي ولا حكيمي ولا مين؟ كثير ما نشوف في هذه المباراه. بس اديها لبونو مدرسه. ده تصدي النهارده، شفنا تصدي غريب في ضربه الجزاء. صحيح، تصدي حارس مرمى يمشي على الخط وياخد الكره ويشيلها كده في ضربه الجزاء.